هذه الفعالية لكي يثبت أن يوم الأرض هو يوم وطني للكل الفلسطيني. ومن هنا نوجه رسالة إلى الكل الفلسطيني بأن يوم الأرض هو لا يقتصر على يوم 30 مارس. إن يوم الأرض إن أيام السنة بأجمعها هي كلها للكل الفلسطيني وللأرض الفلسطينية. فمن هنا نجدد الوفاء والإخلاص للأرض الفلسطينية ولدولة فلسطينية. منذ أكثر من 60 عاما وبلادنا يغتصبها الاحتلال الإسرائيلي دون أي حركة من الشعوب العربية. حان الآن موعدنا في هذه الانتفاضة، انتفاضة القدس، أن نجسد العمليات البطولية بالسكين، بالرصاص، بكل ما نحمله من أيدينا لنحرر هذه الأرض التي أعطتنا كل شيء، التي منحتنا كل شيء، منحتنا الكرامة، منحتنا العطاء، منحتنا أنفسنا. هذا اليوم هو يوم خاص في الشعب الفلسطيني، يوم اعتدنا عليه كل سنة، يمثلنا ويذكرنا بأيامنا المجيدة، يذكر كل شخص في هذه الأرض بمدينته التاريخية أراضي 48، حيث نمن كل المن أن نرجع إلى هذه الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بداية يوم الأرض يوم خاص للشعب الفلسطيني، فهو اليوم الذي يشعر فيه الشعب الفلسطيني أنه يملك أرضاً ويملك شعباً صامداً فوق هذه الأرض ومتمسك بها بجميع الخطوط والخطوات. نعم، هو يوم نتذكر فيه اللحظات الجميلة، نتذكر فيه الأيام التي مرت علينا وعلى أجدادنا. أول شيء يعطيهم العافية فريق عيون الأمل الإعلامي على اللي قدموه اليوم بمناسبة يوم الأرض، وما شاء الله عليهم لأنهم فريق بيستحق كل تقدير، ما شاء الله يحميهم الله. أول إشي عبروا لنا بسكتش مسرحي والكلمات الشخصيات الاعتبارية، يعني كان حفل ما شاء الله عليه، باستثناء إنه قدموا لنا شعر من أفضل الشعر اللي سمعته. اتكلموا عن فلسطين الإمنا، اتكلموا عن الأم، اتكلموا عن الآلام اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني.